حبايبي الحلوين، سمع السلطان حدوتة من الحواديت، حدوتة مارد قد الجبل لكن محبوس في أم. هو الأم ده إيه؟ قدرة صغيرة أو إزازة صغيرة، لكن بقى هو المارد اللي قد الجبل يبقى معقولة كده محبوس في أم؟ هي كده الحواديت بتقول. يسمع السلطان يستغرب قد ما يستغرب ويقول معقول؟ لا مش معقول. لكن في الآخر عمل السلطان زي ما بيعملوا السلاطين، بعت المنادي في البلد يضرب ويخبط على الصفيحة وينادي ويقول اللي يجيب المارد محبوس في أم له من السلطان مكافأة لكن كبيرة جدا جدا. الناس في البلد يعملوا ايه؟ المرة دي بقى ما عملوش حاجة، ولا حد جه ولا حد راح ولا حد ودى ولا حد جاب. هيروحوا فين ويجيبوا ايه؟ هيجيبوا مارد؟ معقولة؟ ويجيبوه محبوس كمان في أم؟ ليه؟ هو المارد ده ايه؟ نملة؟ ولا حد راح ولا حد جه ولا حد جاب. لكن الناس في البلد كانوا يناموا يحلموا. واحد يحلم انه شاف المارد وضحك على المارد، ولما جه يحبسه في الأم خلاص اهو هيحبسه ما لقاش أم. يا خسارة يا خسارة، يصحى من الحلم يقول يا خسارة يا خسارة. اهي البلد كانت كده، سلطان في نفسه يشوف المارد وناس بتحلم انها جت تحبسه ما عرفتش. البلد كانت كده. ونقول على يوم من الايام، في اليوم ده راح القصر بنت لسه صغيرة، خبطت على باب القصر خبطة صغيرة، دخلت من باب القصر هزت راسها الصغيرة ولفت لسانها الصغير وقالت أنا جبت المارد وحبسته في قلب الأم. السلطان يبصش إيد البنت، يبص الله، ده إيد البنت فيها أم صغير. بصحيح الكلام ده ولا مش بصحيح؟ البنت بتضحك ولا ما بتضحكش؟ أما لو كانت بتضحك، أما لو كانت بتكذب، أما لو كان كلامها مش بصحيح هيزعل السلطان. ونزعل السلطان، ياه ده كان عمل في البنت عمايل. ياه البنت في ايدها الأم تضحك وتقول أنا ولا بضحك ولا كلامي مش بصحيح، المارد هنا في الأم. يسأل السلطان طب والمارد ده شكله ايه؟ تضحك الصغيرة وتقول له ولا حد شاف شكله ولا حد يعرف شكله. ويسأل السلطان طب المارد عجوز ولا صغير؟ تضحك الصغيرة وتقول المارد عجوز قديم خالص، أقدم من أقدم حباية تراب في الأرض. ياه ده لازم عجوز قوي، لا بيقدر يمشي ولا بيجري. تضحك الصغيرة وتقول من غير رجلين بيمشي ويجري ويمكن يطير. تعرف يا سلطان، تعرف لو مد ايد يقدر يشيل الموجة فوق ويرجع يرميها تحت، والمد ايد يقدر يشيل سطح البيت الخشب ويطيره والآخر يرميه، وانضرب بإيديه الاتنين يشد ويهد ويوقع. مرة من ذات المرات راح الغابة شال الشجر كله وحطه كله كوم شجر على بعضه كوم وضحك ضحكة عالية وساب الشجر ومشي. يستغرب السلطان حبة ويقول ده مارد شرير. تضحك الصغيرة وترجع تقول وساعات طيب. يوم من ذات الأيام الدنيا كانت حر سخنة والناس كانوا زعلانين يحلموا يقولوا أما لو الدنيا برد شوية. سمع المارد كده في غمضة عين طلع المارد على الجبل من فوق، التلج فوق على الجبل، نفخ المارد نفخة نزل التلج على الناس، فرحوا الناس والمارد على الجبل يضحك قوي ويصفر. ويوم تاني كان في حباية في التراب، الحباية هتموت عايزة حبة مية تشرب، لو شربت الحباية هيطلع منها عود أخضر وحب كتير. المارد شاف كده طار، راح شد السحابة وخلى السحابة تنزل مطر، نزل المطر شربت الحباية شربت وطلع منها العود الأخضر والحب الكتير. يستغرب السلطان لكن يقول تاني المارد لو كده أنا هديلك مكافأة، بس لو مش كده ده أنا كنت إيه. بس البنت ما تخافش لكن تفتح الأم
خايف السلطان، هيطلع المارد هيطلع المارد. لكن الله، ده ما طلعش. البنت بتضحك علينا، مفيش مارد. فين المارد فين؟ تضحك الصغيرة وتقول جوه الأم. بس الأم ما فيهوش حاجة، ما فيهوش غير الهوا. تضحك الصغيرة وتقول ما هو المارد هو الهوا. الهوا قديم عجوز، ولا حد شاف شكله. من غير رجلين يمشي الهوا، يجري ويطير كمان، يطير البيوت ويشد الموجة ويوقع الشجر ويجيب التلج من الجبل ويشد يجر السحاب. المارد هو الهوا. الهوا مارد قد الدنيا قد الدنيا، والأم كان محبوس فيه الهوا. وضحك السلطان والقصر يضحك كله، وضحكنا احنا معاه.